بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المشاهدون الأفاضل، أيتها المشاهدات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. برنامج والصلح خير في هذه السهرة المباركة يرحب بكم ويرحب بكل من يتابع البرنامج وكل من يتواصل مع البرنامج وكل من يتصل من أجل إصلاح ذات البين. البرنامج الذي يعرض عليكم قضايا عديدة تهمكم وتهمنا أيضا، لأننا نبحث في الصلح من خلال عرضها من الخامسة قناة القرآن الكريم. مرحبا بكم مجددا، ونرحب أيضا بكل من يلتقطنا عبر الأقمار الاصطناعية، وأيضا تحية طيبة للجالية المسلمة في المهجر. دائما يتواجد معنا الرجل المصلح فضيلة الدكتور السعيد بويزري، الذي يحاول إصلاح ذات البين من خلال عودته دائما ويلح على هذا الكتاب والسنة النبوية الشريفة. فضيلة الدكتور، مرحبا بك معنا في برنامج الصلح خير. مرحبا أختي نشأت، بارك الله. كيف حالك دكتور؟ بخير الحمد لله. الحمد لله دكتور، إذن لنزرع بذور الصلح والتسامح فيما بيننا من خلال برنامج والصلح خير الذي تبثه قناة القرآن الكريم، هل ممكن يعني كلمة نستفتح بها هذه السهرة المباركة بحول الله تعالى؟ نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا، بسم الله سلمان ذي ذويلتن والصلح خير. صحيح أختي نجاة، لنزرع بذور الصلح لابد أن يتم ذلك بعمل جماعي. نعم. قال الشاعر: متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. إن البنيان لا يكون متينا صحيحا قويا إلا إذا كان حرص عليه الجميع. فقد يبني البعض ويهدم الكثير، فإن مآل هذا البنيان هو الدمار والانهيار. ولكن إذا اجتمعت جهود الجميع، إذا اجتمعت عقول الجميع من أجل بناء أو تقوية وتمتين هذا البنيان، سيظل قويا متينا مقاوما. وكذلك أيضا بذور الصلح، وهي عبارة عن قيم تزرع في المجتمع، فلا بد أن نتعاون جميعا كل من موقعه، الوالدان أو الأسرة عموما، وكذلك أئمة المساجد، وكذلك الأساتذة والمعلمون ورجال الإعلام ورجال الحكم. الجميع يتعاون من أجل تجذير قيم الصلح في المجتمع ومن أجل زرع بذور الصلح والتسامح، ثم تنبت هذه البذور وتثمر بعد ذلك وينتفع منها الجميع. نعم، بارك الله فيك دكتور. كما قال فضيلة الدكتور السعيد بويزري، لنتعاون فيما بيننا من أجل إصلاح ذات البين، خاصة وأن الفرصة الوحيدة للمشاهد الكريم هو هذا الفضاء الإعلامي الذي نبث من خلاله برنامج والصلح خير ونعرض بعض القضايا التي تهمكم. إذن في الحلقة الماضية عرضنا عليكم قضية وكانت في غاية الأهمية، ألا وهي ميراث الشهيد، وقد وعدناكم في نفس الحلقة بأننا سنخصص من خلال هذه الحلقة وهذه السهرة المباركة حلقة حول منحة أرملة الشهيد. هذه المنحة التي تكون من حق أرملة الشهيد، وفي بعض الأحيان بعد وفاة الأرملة تعود إلى الأبناء والبنات، ولكن في كثير من الأحيان تحدث خلافات ونزاعات جراء هذه المنحة، خاصة ربما بعد وفاة الأرملة. تابعوا معنا هذا الاستطلاع الذي أجراه الزميل نوفل العبدوس، ثم نعود لمواصلة النقاش في برنامج والصلح خير. شاهد مرت الشهيد تدق، هاي خلاص مرت الشهيد، أولادها تعطي لهم هي أرملة الشهيد هي اللي تدي هذا الحق. ولادها راهم يخدموا، راهم كبروا، ولاد الشهداء راهم كبروا الآن،
بالنسبة إذا كان ولد شهيد معوق هذاك عنده منحة تاعو خاصة. أنا نقول الدراري هذو اللي يحبوا يتعدوا على الأم تاعهم ربي يهديهم إن شاء الله يوليو الطريق. ودوك المرأة يسمى تدي لا بونسيون تاع راجلها من حقها. كيفاش الدراري صغار يسمى يحبوا يديوا لها حقها. ما يدوش دوك نو مي هما اوسي بتاتر يزون الدروا فهمت يدواف افوار لو دروا. ولادهم انهم باغ اكزومبل ما يخدموش ولا ما ياكلوش. لا الشهيد مات خلى زوجته تدي مرته والباقي إلا حبت تعطي لولادها تعطي لهم واجب عليها تعطي لهم. كاين البونسيون اللي تديها مرت شهيد طفلة إذا مات راجلها إذا مات أو تديه. مرت شهيد عندها حق ولادها ما يجبوش ينحوها لها. حق أخت أصيبة من أختهم كان المفروض الأخت نتاعهم إذا كانت ماهوش متزوجة قاعدة في الدار وما كانش ولي نتاعها وبابها دفع الثمن نتاعو لأجل الجزائر كان المفروض تدي حقها يعني ما فيها والو. على يستولوا عليها هما رجال الله يبارك راهم يخدموا اللي يخدم واللي معوق راه عنده أيضا منحة من اسمه من وزارة المجاهدين. أنا وليد شهيد بصح انا عندي خواتاتي يديو بتيت بونسيون بصح انا قالي انا كنت نخدم كنت ندي 100,000 تاع بونيفيكاسيون تاع ولاد الشهداء. الطفله تقعد في الدار ما تخدم ما دير ما والو لو بيان سور دور لازم تعيش. المراه اللي تديهم باسكو هي اللي تورث راجلها مع اللي تموت هي ولادها عندهم حق خاطر ماشي مزوجه تاخذ حق. سي كيسيون جوستيس دروك ولا من يخرجوا طريق على بنتهم على اختهم كما ماهيش حقهم ماهوش من حقهم. يعني حاجه كيما نقولوا عيب عيب يعني اللي يفوت يشارع خوه ولا يشارع شي ما كيما راك تقول ما شكيت باللي ما عندوش الاخلاق خلاص كاع. طونك لور مامون لي فيفونت الا كان من جاب لي ربي الا كان من 20 سنه اللور بدات عندهم الدروه انا ما عرفتها الا كان امام حيه بيرسونال دروه كيلور معاه ما بدايه حيه تاعها كي يموت كلش ما يقعد لولادها ما يقعدوا. هذه هي والله غير تاع الصح كيما نقول لك كي تموت المراه يمات مجاهد وتموت ما يموت كلش. هذيك قاعده في الدار ولا كفيفه ولا معذوره ولا يعطولها نصيب والمرت شهيد تدي كلش. ما يدولهاش ماشي حق عليهم والله ما حق عليهم هم الذنوب عند ربي هم يعرفوا القانون علاه يدولها تاعها. الشهداء الله يرحمهم جابونا العز وجابونا الخير والبركه هذا الناس ما نساهمش. انا عمري ما نساهم كي نصلي 5 ركعات في النهار كل يوم نعطي لهم مرحبا. إذن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. دكتور بعد مشاهدة هذا الاستطلاع اللي سأل فيه الزميل نوفل في بعض الأحيان يحدث الخلاف حول هذه المنحة إن كانت الأرملة يعني مازالها عايشة أو بين الأبناء والبنات بعد الوفاة تاعها. السؤال الذي نطرحه في هذه السهرة هو متى تتحول هذه المنحة إلى محنة؟ دكتور تفضل. لك الفضل. بداية نترحم على شهدائنا الأبرار، نسأل الله عز وجل أن يسكنهم الفردوس الأعلى إن شاء الله، وأن يوفقنا جميعا للمحافظة والحفاظ على أمانة الشهداء. نعم. فقد قلنا في لقائنا السابق أن الشهيد قد بذل أغلى ما يملك، بذل الروح، بذل الغالي والنفيس في سبيل الله وفي سبيل الوطن. فلا بد أن نعمل جميعا من أجل زرع بذور الوفاء. فإذا قلنا في مقدمة لقاء اليوم زرع بذور الصلح في قلوب الناس، تأمينا لحياتنا وتحقيقا لسر وجودنا، فلا بد أن نزرع أيضا بذور الوفاء لأولئك الشهداء رحمهم الله، وأيضا حفظ المجاهدين الذين أيضا بذلوا ما يملكون في سبيل تحرير الوطن. فكما قال القرآن الكريم
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. منحة أرملة الشهيد، متى تتحول هذه المنحة إلى محنة؟ محنة نعم. في الحقيقة قبل أن نجيب على هذا السؤال لابد من بيان بعض المسائل. تفضل دكتور. لك الفضل. أولا صدرت جملة من القوانين، هذه القوانين كأنها تترجم الحديث الذي ذكرته الأخت نجاة، وهو حديث أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. والحديث متفق عليه، يعني أخرجه الإمامان البخاري ومسلم. إذن هذا المقام الرفيع المجاهد في سبيل الله يمكن للإنسان أن ينال هذه المثابة بالسعي على الأرملة والمسكين. فمما يترجم هذا الحديث وغيره من الأحاديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، جملة من القوانين في الجزائر. نتحدث عن بلادنا، أذكر على سبيل المثال لا على سبيل الحصر القانون رقم 9907 المؤرخ في 5 أفريل 1999 المتعلق بالمجاهد والشهيد. هذا القانون يحدد ذوي حقوق الشهيد ويحدد ذوي حقوق المجاهد. السؤال مطروح من البداية: من هم هؤلاء ذوي الحقوق؟ إذن الشريعة في هذا الأمر تأمرنا بأن نطبق ما قضى به ولي الأمر. ما قضى به ولي الأمر. وولي الأمر من خلال السلطة التشريعية شرع هذا القانون مثلا الذي ذكرناه الآن في 1999 وبالذات في 5 أفريل 1999. هو الذي يجيب عن السؤال: من هم ذوي الحقوق؟ من هم ذوي الحقوق؟ إذن هذا القانون في مواده المختلفة يبين لنا ويحدد ذوي حقوق المجاهد وذوي حقوق الشهيد. طيب، فالأرملة إذن مادام نركز على موضوع منحة أرملة الشهيد، هذه المنحة ممنوحة شرعا وقانونا للأرملة لافوف. يعني أماذ الشرع ربي، أماذ القانون أنتم مورث يفكا بونسيون المنحة يجي إثاجالت، يعني ثمطوث الشهيد. ثمطوث الشهيد. إذن فالأمر واضح. ولكن ذوي الحقوق الآخرين عندهم مثلا البنات عندهم الآن منحة تتقاضاها البنات سواء كن متزوجات أو غير متزوجات. وكذلك أبناء الشهداء اللي ما عندهمش دخل. طبعا كي نقول بنات الشهداء يعني اللي ما عندهمش دخل. اللي ما عندهمش دخل. أو البنات العازبات أو البنات المطلقات أو اللائي ترملن. وكذلك أبناء الشهداء اللي ما عندهمش دخل أيضا. هذه المسائل فيها تفاصيل قانونية في مواد كثيرة في المادة 24 المادة 25 وغيرها من المواد. المهم حنركز اليوم على منحة أرملة الشهيد. ما دام القانون منح هذه المنحة للأرملة، إذن لا يجوز شرعا ولا قانونا الاستيلاء على هذه المنحة بأي شكل من الأشكال. وأذكر بعض الأشكال أو بعض الصور التي يتم بها الاستيلاء على منحة الشهيد، ويومها تتحول إلى محنة مثلا. نجد مثلا أحد الأبناء يعني يمارس ضغطا وإكراها على والدته بدعوى يقول المنحة اللي راكي تاخذيها هي الدم نتاع الشهيد اللي هو بابا. ما دام هو دم بابا وبابا هو الشهيد لذلك أنا نديها كاملة. إذن كان من أبناء الشهداء من يستخدم هذه الطريقة من غير وجه حق. إذن قلنا القانون أعطاها للأرملة، ما يجيش هذا الولد يروح يكره أمه ويضغط عليها باش يستولي على هذه المنحة. دكتور. وكاين أيضا أحيانا الوالدة أو الأم
لا تكون عادلة، يعني هذه الأرملة فتوزع هذه المنحة بشكل غير متكافئ، بشكل غير عادل، أي لا تعدل. نعم. تمنح بعضهم وتحرم البعض الآخر، نعم. أو تمنح بعضهم أكثر من الآخرين. نعم. وفي هذه الحالات حتما تتحول المنحة إلى محنة. نعم. وطبعا هذا الصور هناك صور أخرى. نعم. ولكن نفتح قوس مهم. تقريبا منح نتاع الأرامل ماشي غير منحة الشهيد. نعم. منحة منحة أرملة المجاهد. ولا منحة أرملة العامل، سواء كان يعمل هنا في الجزائر ولا يعمل خارج الجزائر، خارج الوطن. النهار اللي تنال المنحة نتاعها نجد أولادها يطوفون حولها ويكرهونها. خاصة دكتور هذوك اللي ياخذوا لا بونسيون اون دو فيزا، نعم. اللي يطوفون. ونأكد على أمر مهم جدا أخت نجاة، هذا نعم. للسادة المشاهدين جميعا. نعم. أن الأرملة، يعني الوالدين عموما، والأرملة على وجه الخصوص، نعم. عندها حق من ناحية الشرعية. نعم. أو ذكرنا الآن إذا كان أي إنسان في المجتمع يسعى على الأرملة والمسكين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالمجاهد في سبيل الله، والأولى برعايتها وخدمتها هم أولادها وأحفادها. نعم. إذا كان هذا الأرملة المنحة ما تكفيهاش، ربما عندها أمراض وعندها أمور، عندها نعم. مصاريف معينة وكذا، نعم. يعني الواجب على الأولاد والأحفاد هم اللي ينفقوا طبعا بالدرجة. بالمناسبة قانون الجزائر، يعني قانون الأسرة الجزائري، وبالذات في المادة 77 نص على ما يسمى بنفقة الأصول على الفروع، الفروع على الأصول. ولكن دار معيار مهم جدا، قال حسب القدرة والاحتياج ودرجة القرابة في الإرث. يعني حسب قدرة المنفق على حسب الإمكانيات نتاعو، واحتياج المنفق عليه، خطر يختلف احتياج من شخص إلى شخص، وكذلك درجة القرابة في الإرث لكي لا يتملص يعني بعض الورثة من هذا الواجب. نعم. بالمناسبة تأكد ذلك في الاجتهاد القضائي. نعم. يعني في قرار المحكمة العليا اللي بغى يرجع ليه 254,643. طبعا رقم شوية طويل. نعم. اللي بغى يكتبوه. هناك قرار للمحكمة العليا. نعم. تحت رقم 254,643. نعم. اللي بغى يكتبها كلمة يكتب 2 5 4 6 4 3. نعم. وهذا القرار نتاع المحكمة العليا صدر بتاريخ 21 نوفمبر سنة 2000. نعم. طبقا للمادة 77 من قانون الأسرة، حيث أن هذا القرار نتاع المحكمة العليا ألزم الأولاد بالنفقة على أمهم ولو كانت مسيرة. يعني قرار ممتاز جدا صدر من محكمة العليا الجزائرية. إذا نقول خلاصة القول أن الوالدين واجب الإنفاق عليهم، ورب سبحانه قال وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ويزداد هذا الواجب يعني قوة ومتانة إذا غاب الوالد. مات شهيد الله يرحمه، أو مات مجاهد الله يرحمه، أو شخص عادي عامل موظف مات الله يرحم الجميع. نعم. رحم الله الشهداء. دكتور بارك الله فيك دكتور، وكم نستفيد من كل هذه التدخلات دكتور بارك الله فيك. إذن قبل أن نأخذ الاتصالات لنتواصل معكم من خلال هذه القضية التي عرضناها عليكم في هذه السهرة، يجب علي أولا أن أذكر بالأرقام الهاتفية التي تعودتم على مشاهدتها في أسفل الشاشة، لا بأس أن أذكر بها، وهي 021 37 42 87 021 37 45 64. ومن يتصل بنا من خارج الوطن عليه باستعمال 00213. ونشكر كل من يراسلنا عن طريق البريد الإلكتروني صلح@untv.dz. أيضا الشكر موصول إلى المراسلات التي تصلنا عن طريق البريد العادي لفضيلة الدكتورة سعيد بويزي، وها هي وبرنامج والصلح خير. عليكم فقط بالصبر لأن الدكتور يراجعها كل أسبوع، كل هذه
هذه الملفات والقضايا التي تصل إلى قناة القرآن الكريم. بارك الله فيكم، ونطلب منكم أيضا أن تتواصلوا معنا من خلال المواضيع المقبلة بحول الله تعالى من خلال هذه المراسلات. على ما أظن سفيان، سيد أحمد، محمد، كل من هم في العارضة التقنية يقولوا باللي هناك اتصالات من أجل هذه القضية، وهي منحة أرملة الشهيد سفيان عمار من سوق هراس، أليس كذلك؟ محمد قال لي فاطمة من فرنسا. قبل ذلك نستمع إلى ونرحب بسيد عمار من سوق هراس. السلام عليك أخي الكريم في برنامج والصلح خير، ونحن نتحدث عن أرملة الشهيد أو منحة أرملة الشهيد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الوقت نجاة، تحياتي لفضيلة الدكتور سعيد بويزري. شكرا. تسمع فيا الوقت نجاة؟ راني نسمع فيك. مرحبا بك عمار، كيف الحال؟ الله يبارك فيكم، ونحيي الفريق التقني. أولا أول شهيدة جزائرية اللي نعم نسيتها الوزارة هي شهيد الجزائر اللي سقطت في إنجاز الصامة بين بوشقوف وقالمة. نعم. أول شهيدة جزائرية المسمات شهيد الجزائر. أول شهيدة جزائرية. أول شهيدة جزائرية. اسمها من فضلك؟ أول امرأة شهيدة. اسمها شايب الجزائر. شايب الجزائر. اسمها الجزائر. الله يبارك. نعم نعم. مع الشهيد باجي مختار. نعم. لكن للعلم الوزارة ما على بالهاش بالشهيدة بتاتا. ايه، وكيفاش على بالك سيد عمار من سوق هراس هكا باش ما ننقدوش بطريقه غير موضوعيه، كيفاش على بالك باللي الوزاره ما على بالهاش بهذه الشهيده؟ ما على بالهاش خاطر ولايه سوق هراس كامل وولايه باتنا ما كانش مؤسسه تربويه ولا مؤسسه ولا جامعه مكتوبه فيها اسم شهيد. نعم. هنا الوزاره تجهل اسم تاع الشهيدة هذه. نعم. أول شهيدة سقطت هي الشهيد الجزائر من قرية مجاز الصاء مدينة بوشقوف وقالمة تبع الولاية قالمة. نعم. طيب النقطة الأولى. النقطة الأولى. طيب سيد عمار من سوقهرات، إذا كان تعرف أولادها ولا بناتها إذا كانوا على قيد الحياة ربما عندهم أختها كبيرة، ما زالت كبيرة، أختها عايشة في القرية. نعم نعم. ما زالت أختها كبيرة في عمرها حوالي 75 سنة. 75 سنة أخت الشهيدة. هذه المعلومات اللي عندي الدقيقة. نعم نعم. ثانيا، هذا السؤال الأول. ثانيا ندخل في نفس المنحة هذه. هو يقول لك أولا نطرحهم على الشهداء 1.5 مليون اللي جابوا ضربوا تاع الجزائر. ما يهمناش في المنحة احنا عطاونا ولا ما عطاوناش، ضحوا والدينا، المهم دينا حقنا ولا ما ديناش، المهم جابوا الاستقلال للجزائر. الحمد لله. النقطة الثانية هي أن الوزارة فرقت ما بين ابن الشهيد وابن المجاهد حتى 2014. ولد الشهيد كي يروح التقاعد يزيدوا له 7 سنوات عمل. واحد ولد المجاهد باباه طارت ذراعه ويده بقى عايش بعد الاستقلال 20 سنة في كروسة، علاه ما يعطولوش نفس الحق تاع الشهيد. نعم. هذا قدر عليه ربي. الشهيد يدي 70 من العائلة نتاعو للجنة إن شاء الله. نعم. وهذاك المجاهد طاحت فيه الصرفة زوز قلعت له يده عايش في كروسة 20 سنة. نعم. لماذا الوزارة لم تنصف الحق ما بين ابن المجاهد وابن الشهيد؟ نعم. وبارك الله فيكم وفيك بركة. والسلام عليكم. والسلام عليكم. نشكرك سيد عمار من سوق هراس بالنسبة لي هذا التدخل وبالنسبة للسؤالين، وسيرى فضيلة الدكتور سعيد بويزري في الإجابة عن السؤالين. إذن ربما هناك اتصال من فرنسا. فاطمة. الو، السلام عليكم. السلام عليكم أختي الكريمة فاطمة. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. واش راكي فاطمة؟ واش راهي الجالية في المهجر؟ الحمد لله. الحمد لله. مبروك عليكم العام الجديد. يسلمك، بارك الله فيك، وأنت أيضا إن شاء الله ربي بالنعيم وبالدين وبنعمة الإسلام والصحة والعافية إن شاء الله. فاطمة عندك تدخل بالنسبة للموضوع؟ نعم. بارك طيب الله تفضلي. فيكم على هذه الحصة والله يحفظكم وربي يخليكم لي. آمين آمين يا رب العالمين. تفضلي فاطمة. نعم. أنا عندي أنا شيخي شهيد. شيخك شهيد. وعايشين في فرنسا. أنا يا رجلي جا مولا 19 سنة لفرنسا. وبغيت ندخل للبلاد، ما عندناش السكنة وين نروحوا.
والسؤال الثاني، أنا بنت خالتي نعم. بنت خالتك وش بها؟ ما عندهاش السكنة، شهر تبات عند عمها وشهر تبات عند عمها وشهر تبات عند اختها. طيب فاطمه، بنت خالتك هذه بنت شهيد ولا مجاهد ولا؟ صافي اخت راجلي. نعم صافي راجلي وليد خالتي. داكوغ اوكي. طيب ما عندهاش سكنة. ما عندهاش السكنة، معيات دير في الدوموند ما بغاوش يعطوا لها السكنة، وما عندهاش. قلت لك شهر تبات عند عمها، شهر تبات عند عمها، شهر تبات عند اختها. نعم. معيات تدير في الدوموند ما حبوش يجاوبوها، خلاص عاطين لها واسمها فتعيش ان بونسيون فتعيش، بصح السكنة ما عندهاش. نعم. الراجل بغى يدخل للبلاد دوموند السكنة، راح لها كما سابال دار الشهداء ولا ولاد الشهداء جاي سوبا. نعم. طيب الزوج تاعك ياخذ اون بونسيون على الوالد تاعو رحمه الله؟ لا ما ياخذ والو، قلت لك جا في عمره 19 سنه وعنده خواتاتو. عنده خواتاتو يعني اللي ما يخدموش ولا ما كيتاك في البيت؟ عنده اخت وحده برك واخو واحد. وتاخذ لا بونسيون هذه ولا لا؟ سي قلت لك يعطوا لها عبر ما تاكل. داكور صح. يعطوا لها عبر ما تاكل برك. بارك الله فيك فاطمه من فرنسا. هذه الاسئله مهمه. بارك الله فيكم على الحلقه. وفيك بركه. الاسئله مهمه، حتى فروع السؤال مهمه باش فضيله الدكتور يعرف كيفاش. بارك الله فيك. يعرف كيفاش ينقذكم من هذه المشاكل بحول الله تعالى. نعم. كمال من العاصمه. كمال من العاصمه. السلام عليكم أخي الكريم كمال. مساء الخير الأخت نجاة. مرحبا بك أخي. الأستاذ سعيد البوجري. مرحبا بك. عندي برك بعض التوضيح فيما يخص المنحة تاع أرملة الشهيد. تفضل. أنتم تكلمتوا على الأرملة الشهيد بصفة عامة، يعني الأرملة الشهيد اللي توفى استشهد الراجل تاعها وخدات المنحة. نعم. كاين الطرف الثاني أرملة الشهيد اللي عاودت الزواج. نعم. وخدات المنحة وتصرف الأموال تاع الشهيد على الأطفال الآخرين تاع الرجل الثاني. نعم. ونسات الأبناء الشهيد الحقيقيين وما تعطي لهم أي يعني مصاريف من المنحة. حبيت برك الأستاذ يوضح لي يعني الحق في الشيء هذا، في الأمر هذا. نعم. الأرملة الشهيد تتصرف بالمال نتاع الشهيد بالنسبة للأطفال نتاع الرجل الثاني وتنسى الأولاد نتاع الشهيد الحقيقي. نعم. عندي برك يعني المرة اللي فاتت كنت حاب نتصل بالحصة فيما يخص الميراث الشهيد. نعم تفضل. أنا نعرف القانون 84 وراح في المواد. نعم. حبيت يختصر لي الأستاذ ويقول لي الابن الشهيد لا عنده الحق في الميراث نتاع الاب نتاعو. عندي الاب نتاعي توفى في الستينات والجد نتاعي توفى في السبعينات. نعم. عندي الاب توفى في الستين يعني قبل والجد توفى في السبعينات يعني. نعم. حبيت بغض النظر عن سيد كمال من العاصمة. الاب توفى في الستينات. متى؟ ولا جدي توفى في السبعينات. لا متى لازم الدكتور يحوس على لي ديتاي يعني متى توفي الاب تاعك؟ الاب توفى في الستين في المظاهرات حتى ديسمبر. خلاص قل فوالا في المظاهرات. والاب نتاعو الاب نتاعو توفى الجد في السبعينات يعني بعد الاستقلال. نعم. انا نعرف الماده القانون اللي خرج بعد 84 عطاهم الحق. نعم. اللي فيه الميراث، لكن اللي قبل 84 حرموهم من الميراث. يعني الشاهد هذا اللي ضحى بالنفس والنفيس. نعم. ونحاولوا حتى الحق نتاع الميراث. انا حبيت يعني باختصار يقول لي برك الابن الشاهد هذا لا عنده الحق في ان يرث اباه يعني الحق تاع جده ولا لا برك هذا ما كان. بارك الله فيك. بارك الله فيكم. بارك الله فيك سيد كمال. يعني القضية مهمة جدا وسير فيها. ومانيش غير انا وحدي يعني فيه ناس واحد اخرين. بطبيعة الحال. نعم. العدد كبير صح. شكرا. ربما شكرا بارك الله فيك سيد كمال من العاصمة. شكرا. نعم.
شكرا. بارك الله فيك. إسماعيل من تبازة. الو، السلام عليكم. السلام عليكم إسماعيل من ولاية تبازة، مرحبا بك أخي الكريم. الله يسلمك. إسماعيل، كنت شاهد في البرنامج؟ نعم، دائما نشوف البرنامج تاعكم. بارك الله فيك. نعم، نتحدث عن منحة أرملة الشهيد. عندك ربما تدخل أو انشغال أو قضية حبيت تطرحها؟ عندي انشغال، وماذا بيا الشيخ سعيد الحاج سعيد يوضح لنا شويه الامور. نعم، راني حاير شويه. نعم، تفضل اسماعيل، نحن في الاستماع. نعم، عندي الام، انا من شاهد. عندك؟ نعم، ما سمعناش مليح. عندك؟ عندي الام تاعي. الام، نعم. عاودت الزواج. نعم. وانا خلتني صغير عند خوالي، ربوني خوالي. نعم. نعم. كي عاودت الزواج جابت طفل مع الزوج الثاني. نعم. والزوج الثاني عاود حاوزها، طلقها. انجبت طفل مع الزوج الثاني. انجبت طفل مع الزوج الثاني. نعم. وبعد طلقها. نعم. هي دوك عايشه مع الطفل الثاني. استفدت من سكن اسم الشهيد بصفتها أرملة الشهيد. نعم. وانا حرمتني من كلش. استفادت من السكن وراهي عايشه مع ولدها من الزوج الثاني. نعم. كيفاش حرمتك؟ قالت لك ولا؟ قالت لي انت ما تشارش كاع في هذا الدار، ما تدخلش ليها، ما والو. قلت لها لا يما. ما على بالك شنو هو السبب سي اسماعيل؟ ما كانش حتى سبب. نعم. سبب الضغط تاع وليدها الثاني. نعم. الضغط كبير وليدها الثانيه. نعم. قلت لها يما شوفي، اذا كان هذه المنحه ما كفاتكش والله غير نزيد لك. مليحه هذه كلمه يما، قلت لها يما ولا غير شو وقتي لحمي. قلت لها والله وما زال علينا اتصلوا بيا، شوفوا انا ما كفاوهاش نزيد لها. نعم. بصح باش تمد الاخرين الدم تاع هذا والله ما حملتهاش الحقيقه، ما تقبلتهاش. نعم. الو تمد الوليد اللي حوزها او شبري وليدها 100 سنه ثاني. نعم، لك الحق. قلت لها بابا ما تخلى لك قصه معمره، هذا الراجل وخلاك لي امانه، خلاني انا بك امانه. هذا الراجل حاوز لك وخلاك الطفل هذا، اعطيك قصه فارغه. هذيك القصه المعمره راكي تعطيها لهذاك وانا خليتيني بلاش. نعم. شحال في عمرك سي اسماعيل؟ معليش نسألوك. انا 52 سنه. الله يبارك. ووليدها الثاني راه 42 سنه. 42 صغير عليك بيان سور. نعم، صغير عليا بيان سور. مانيش طامع الحقيقه، يعني يكون باش نقول لكم صح والله ما راني طامع، ولا كان يكون يخصها غير انا نزيد لها. وانت تحب تعرف حقوقك، هذا ما كان. طيب اسماعيل، ربما سؤال اخير. نحب برك هذه الام تسمع. هذه الام هذه تسمع. لو كان ربي راه يسمع في الحصه ويجاوبها. ان شاء الله تكون في الاستماع. ان شاء الله تكون في الاستماع. قلت لها روحي للحمام، روحي للحاج، روحي وين تحبي تروحي، انا توصلت لك. الله يبارك. ما حبيتش قالت لي لا. ربي راك تزورها سي اسماعيل، ما انقطعتش عليها. زرتهم بعد جاب لي ربي كي نروح ليها نجيب لها مشاكل وليت حبس. نعم. طيب مفهوم سي اسماعيل. اذا كان تقدر تخلي رقم تليفونك. نعم. خلي رقم تليفونك للتقنيين اللي راهم يبثوا في هذا البرنامج، ونشكرهم جزيل الشكر يا سي اسماعيل. دكتور. نعم. ربما نبدأ في الأجوبة بالنسبة للقضايا ثم نأخذ الاتصالات لبرنامج والصلح خير. عمار من سوغهراس تكلم على أول شهيدة جزائرية وقال باللي واسمها شايب دزاير على دزاير، وقال لك يعني جهلوها، لا مؤسسة تربوية ولا أي مكان مسمي على هذه الشهيدة رحمها الله، وعندها أختها راهي عايشة إلى حد الآن. دكتور والله نجاوب بشكل عام كتوصية عامة. نعم. لأنه ربما هذا الأمر أيضا موجود يعني يقينا في بعض الولايات من باب الاعتراف بفضل هؤلاء
بعد اعترافنا بفضل الله عز وجل. نعم. وما النصر إلا من عند الله، ولكن هؤلاء الشهداء لهم مثابتهم ولهم مقامهم، ونؤكد على ضرورة الوفاء لهؤلاء الشهداء. فلتجذيرهم والتعريف بهم فلابد أن تسمى هذه المؤسسات التربوية والمؤسسات الاستشفائية ومؤسسات المجتمع بأسماء هؤلاء الشهداء والشهيدات، سواء كانوا رجال أو نساء. هذه توصية عامة، هذا الذي نقوله. دونك الآن كل ولاية لها رجالها ولها نساؤها لبذل الغالي والنفيس في سبيل الله والوطن. فهذا أقل ما يمكن أن يصنع لهؤلاء، أن تسمى هذه المؤسسات بأسمائهم، وتكون أيضا تعريف يعني بهؤلاء في مقدمة هذه المؤسسة، تكتب نبذة عن عن حياة هذا الشهيد أو تلك الشهيدة ليعرفها الأجيال، ليكون هذا التواصل، لأن هذا الوطن عزيز وغالي جدا. وكما قال الأخ عمار حقيقة والإخوة كامل اللي تدخل في هذا السياق، والحمد لله أن هذه الانطباعات أو هذه التدخلات في الحقيقة تنبئ عن وفاء لهؤلاء، وما نسيناهمش هؤلاء الشهداء والمجاهدين كذلك اللي قدموا في سبيل الله ما استطاعوا ذلك سبيلا. لذلك تسمية هذه المؤسسات أمر لازم تحقيقا لهذا المقصد. أما بالنسبة للمسألة القانونية، التفريق بين الشهيد ربما لو كانت الحصة تحت هذا العنوان لفصلنا في هذا الموضوع. ولكن فقط ندعو باستمرار إلى ضرورة إعطاء كل ذي حق حقه فقط. هذا من جهة، لأن الذين ماتوا أدوا الواجب في الحقيقة، قاموا بواجبهم وشرفهم الله عز وجل بنيل الشهادة في سبيل الله، وهذا مقام عال، وهذه مثابة سامقة. ولكن لابد أيضا أن تحفظ حقوق هؤلاء وحقوق الآخرين. حينما نتحدث بهذا الشكل لا نقصد فقط يعني أبناء الشهداء وبنات الشهداء والمجاهدين وأبنائهم، لا، كل الناس، كل من له حق لابد أن يحظى بحقه في ظل العلم الجزائري الذي مات من أجله 1.5 مليون من الشهداء، بل ملايين. يعني كي نقولوا لأن المقاومات لم تنتهي لم تتوقف منذ احتلال فرنسا للجزائر، والشعب الجزائري يبذل الغالي والنفيس ويقدم الأرواح من أجل هذا الوطن. إذا كل هؤلاء شهداء، ولكن كي نقول 1.5 مليون معناها نتكلموا عن فقط شهداء ثورة التحرير المباركة. نعم دكتور، بارك الله فيك. فاطمة من فرنسا تقول أب زوجي شهيد، وزوجي جاء لفرنسا كي كان في عمره 19 سنة، وقال حب يدخل للبلاد زوج فاطمة، ولكن ما عندوش سكن. وبالنسبة اللي راهم في الغربة على كل حال الإشكال هذا يطرح باستمرار، طرحناه في الموسم باستمرار. ولكن ماذا نقول؟ هو يقول لك لا يضيع حق وراءه طالب، هذا هو الجواب العام. لا يضيع حق وراءه طالب. بالنسبة لبنت خالتها أيضا نقول لك لا سكن لها لديها. للأسف يعني السادة المشاهدين، موضوع الحلقة هو منحة أرملة الشهيد. من أجل تقديم علاج ومعالجة لبعض الصور اللي فيها خلل في الحقيقة في المجتمع. هذا هو المقصود، لأنه هذه الأرملة هي أمانة ذلك الشهيد، لابد أن نحافظ عليها. هذا هو المقصود. أما موضوع السكن وطلبات السكن، يعني جواب واحد: لا يضيع حق وراءه طالب. وكل من استطاع أن يذلل العقبات في طريق هؤلاء فعليه أن يفعل ذلك، لأنه يدخل في باب الحديث اللي يتكلم عن اليتامى إلى آخر. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر، قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. ومن كفالة اليتيم ومن صور ذلك تذليل العقبات أمامه وتقديم الخدمة ومساعدته من أجل الحصول على حقوقه، وخاصة إذا كانت البنت، إذا كان هذه بنت، والبنت يعني امرأة تحتاج إلى رعاية أكثر. نعم. كمال. نعم. في مكالمة؟ نعم، شكرا محمد. لحسن من تلمسان. لحسن
السلام عليكم. تلمسان. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم سيد الحسن من تلمسان، مرحبا بك في برنامج والصلح خير وفي حلقة منحة أرملة الشهيد. مرحبا. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله. عندك قضية حبيت تطرحها ولا انشغال من خلال يعني منحة أرملة الشهيد سي الحسن؟ عندي سي الحسن. نعم رانا نسمعوا فيك. في مشاكل كبيرة في هذا الإطار تاعنا. عندك مشاكل كثيرة تتعلق بمنحة أرملة الشهيد. كاين مشاكل كبيرة. أنا ثاني ابن شهيد. أنت ثاني ابن شهيد. نعم ربي يرحمه الوالد تاعك. نعم سي الحسن أنا نسمع فيك. عندي الوالدة كانت تتقاضى في المنحة. نعم. وكانت تقسم على أولادها، دائما تقسم عليهم. وكانت عندي في الدار أنا اللي كنت مستكلف بها. نعم. تقسمها على أولادها اللي هما خوتك من أمك وأبوك. تمد لهم ولاد بنتها ثاني توفى وكانت تمد لهم. نعم. خالتي من أمي وأبي. نعم. ومن بعد اللي توفات ولاو يقولوا زعما غير انت كنت تاكل فيها وانت اللي كنت تدي لها دراهمها وانا عندي الضروريات نتاعي خاطي زعما انا جيت على 96 جيت على الحج جيت على دراهمي. نعم. طيب الخوتك يتهموك باللي راك تاكلها في دراهمها هكذا. وانت ديتها الحج في 1996. ديتها من دراهمي الخاصة. من دراهمك. نعم دراهم تاوعك. نعم. وفي 99 رحنا هي اللي راحت 99 عاود رحنا للحج هي اللي خلصت الحج. نعم. نعم رانا نسمعوا فيك سي الحسن. وضروري يسمى دائما تهمين يقول لك انت اللي كنت تاكل في ما وانت من 62 وانت تاكل. وفي الحقيقه حنايا خلات خويا توفى وخلى يتامى تعاونهم، واختي ثاني توفات وعندها يتامى ثاني تعاونهم، وهي ثاني تاكل وتشرب. وفي التالي قال لك انت اللي راك تاكل لها كنت تاكل لها بدراهمها وربي يهديهم. طيب سي الحسن الوالده تاعك ما كانتش تنصفك تقول لهم لا راني نعطي لكم دراهم ماشي هو اللي راهو ياخذ؟ قالت لهم. نعم. طيب هذا هو السؤال تاعك سي الحسن. وكاين حاجه واحده اخرى. نعم تفضل. كانت تقول لهم باللي انا راني ناكل في ولدي، انا ناكل من عند ولدي ماشي هو اللي راه ياكل من عندي. نعم. الام تاعك كانت تقول باللي انت راك تصرف عليها. وكاين واحد النقطه واحده اخرى هنايا في تلمسان كاين في مقبرة الشهداء كاع حاطينهم كاين نورمالمون هذا الريجستر اللي داروه نتاع الشهداء اللي نقلوهم للمقبرة وحاطينهم كاع بالك 90% حاطينهم شهيد مجهول. هدرت انايا مشيت نتاع المجاهدين قلت لهم اودي يشوفوا يديروا لائحه كاع نتاع الشهداء بكل مدينه والشهداء تاعها يحداوهم هكاك مجهول. نعم. شهيد مجهول. نعم. شهيد مجهول. وكيما ظهروهم نهار اللي رفدوهم من الاماكن تاعهم رفدوهم بالاكموات. نعم. ثم حطوهم شهيد مجهول. نعم. بارك الله فيك سي الحسن من تلمسان. بالنسبة لعرض هذه القضية بارك الله فيك، وتواصل مع برنامج والصلح خير وراح تسمع فضيلة الدكتور سعيد بوزري بالنسبة لهذه المحنة اللي راك فيها. يعني كما قلنا منحة أرملة الشهيد تتحول إلى محنة. دكتور نعود إلى كمال من العاصمة اللي يقول نعم. شكرا سفيان، سنعود إليها بعد قليل. قبل ذلك كمال من العاصمة قال حبيت توضيح حول منحة أرملة الشهيد. يقول لك هناك الطرف الثاني الأرملة اللي تزوجت وتصرف الأموال تاعها على وليدها من الزوج الثاني،
والابن الحقيقي يعني ابن الشهيد رحمه الله يعني ما ياخذش الأموال، قال لك وتحدثت معها ولكن هي تصرف دائما على الابن هدايا تاعها الثاني من الزوج الثاني. دكتور، قلنا في مقدمة اللقاء أن منحة الشهيد، منحة أرملة الشهيد خاصة بها، وقد ذكرنا المرجع القانوني في رقم 9907 المؤرخ في 5 أبريل 1999. هذا القانون من القوانين التي تحدد من هم هؤلاء أصحاب الحقوق. يعني هذا القانون يحدد ذوي حقوق الشهيد ويحدد ذوي حقوق المجاهد، ومن هؤلاء الأرملة. إذن المنحة، منحة الأرملة هي ملك خالص لها، والشرع يؤكد على الذمة المالية للمرأة كما أن للرجل ذمة مالية. فقط نأكد هذا باش واحد ما يزمش يدير الشونتاج للأرملة. لأن نتكلموا بشكل عام. أي واحد مثلا مات باباه، واحد من الأولاد يروح يجري يجيب كواغط ويطلع ويهبط ويدير هكذا، يروح للإدارات والمصالح المعنية. النهار اللي الأرملة هذه يعني يماهم تتقاضى المنحة، هذا الابن يقول هاي يما أنا اللي جريت عليه، أنا جريت. مادام وكأنها يعني تفضل منه، يعني تفضل عليها، هو واجب من واجباته، واجب. إنما كما نقولوا عنده أجر إن شاء الله تعالى مادام راه جرى فقط، ليس إلا ماشي يجري وبعدين الآن يطالبها. سوء النية يعني دكتور. نعم، ويستأثر والبعض طبعا. برنامج الصلح والخير جاءته قضايا كثيرة من هذا النوع. لذلك سلطنا الضوء على منحة أرملة الشهيد ومنحة الأرملة عموما. لماذا؟ لوجود هذه التجاوزات، لوجود أشكال وصور للظلم تلحق هذه الأرملة، وهي كبيرة في السن مسكينة، باش تكون مرتاحة وتكون في حالة من الهناء والراحة، تلقى مسكينة تتدافع هذه الأمواج وتترتمها الأمواج من مكان إلى مكان، وتعيش نوع من المحنة في آخر أيامها. وبعضهم كل واحد يديها 3 شهور، شهرين 4 شهور، لا تستقر. هاي عايشة شهرين هنا، الشهر لهي، 3 شهور لهي، مسكينة ما عندها لا مسكن مستقر ولا شيء، وهي في حاجة المسألة استقرار. ولكن نقول للناس أيها الناس اتقوا الله جميعا، لابد أن نتقي الله. نقول منحة أرملة الشهيد خصوصا أو منحة الأرملة عموما خاصة بها، بذمتها المالية المستقلة. ولكن الشيء اللي قالوا سي كمال جزاه الله خير أنه تمد الواحد وما تمدش الآخرين. هذا أمر لا مرفوض، لأنه أولا في حديث جامع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال خافوا ربي وديروا العدل بين أولادكم. هذا بشكل عام، هذه كقاعدة عامة، سواء منحة أرملة الشهيد ولا غيرها، ولا حتى في غير الترمل. يعني الوالدين لازم يكونوا عادلين مع أولادهم. وقد قلنا مرارا إذا كان واحد مد للابن يمد للبنت، إذا كان مد للبنت يمد للابن، وبشكل متساو، يعني بشكل متساوي بالعدل. ولكن التفريق يكون لمبرر شرعي. إذا كان واحد منهم مثلا عنده أمراض، عنده أمور خاصة به، يعني هذا لا حرج أن تنفق عليه أكثر من الآخر. ولكن كقاعدة عامة لا بد من العدل، لأنه إذا كان ابن الشهيد هذا يكون محروم من هذه المنحة ما تمدلوش. طبعا هي وليس واجبا، ولكن تمد للآخرين. وهذا الذي يستثيره، هذا الذي يحركه، هذا الذي يدفعه ربما باش يقول لي ما أنت لست عادلة. أليس كذلك؟ نقول للأرامل أنتم أيضا من جهتكم ما تغلطوش، ما تغلطوش، كي تمدوا بشكل عادل. عدلوا بين أولادكم. أما فيه مكالمة نكمل. لا دكتور نكمل. بالنسبة للقانون 84 ابن الشهيد له الحق في الميراث. هل ابن الشهيد له الحق في الميراث؟ هذا ذكرناه سي كمال المرة اللي فاتت، قلنا من القواعد المقررة في القانون
عدم رجعية القانون، بمعنى القانون يطبق في المستقبل. نعم. صدر قانون في 9 رمضان 1404 للهجرة الموافق ل 9 يونيو جوان 1984. نعم. في المواد 169 إلى غاية المادة 172 تتكلم المشرع تنص على ما يسمى بالتنزيل. نعم. قلنا قبل هذا القانون كان يعمل بالعرف. العرف كيفاه؟ أنه يعني كيمة باباك الله يرحمه في 1960. نعم. وكلمة في هذاك الوقت كاين أجداد اللي ثم بحضور الناس يقول شهدوا يا ناس أني نغرس ولاد وليدي اللي دفنتو ضرك في مكان وليدي، وهذا معتبر شرعا وعرفا. نعم. شرعا وعرفا. نعم. بل حتى القانون، يعني ذكرنا هذا باش ما نعودوش للكلام اللي قلنا نعم. المرة اللي فاتت. إذن هذا هو الموجود. فبالتالي إذن كان بزاف أبناء الشهداء اللي وصلوا قضاياهم إلى المحكمة والمحكمة لم تقضي لهم، يعني ما ادوش حقوقهم. لماذا هكذا دكتور؟ لذلك لأنه القانون يقول لك لما قانون في 84 ما يرجعش اللور. نعم. الوفاة صارت في 1960. وهذا القانون يسألوا عليه الكثير من نعم. الناس. لذلك المرة اللي فتحنا طبعا كاين اللي ما فهموش، لمن كان نعم. متابعا نعم. وضحنا هذه المسألة. نعم. قلنا الذي ندعو إليه نتجه إلى وجه الكلام إلى الأعمام والعمات. نعم. نقولوا ما تحرموش أولاد الشهداء. نعم. ونعود العبارة اللي رسالة قلناها مهمة دكتور. ابن نعم. الشهيد أو الشهيد مد الروح نتاعو على جال في سبيله، هو في سبيل أرض الوطن. نعم. كامل. فكيف يحرم أولاد الشهيد نعم. من قطعة أرض باش يدير فيها 120 متر ولا 100 متر باش يبني فيها دار؟ هذا غير معقول، غير معقول. نعم. هذه وصيتنا. وقلنا الدليل الآخر الأخت نجاة أنه القانون نية المشرع الجزائري انصرفت إلى التنزيل بدليل في 84 أخذ بقواعد التنزيل. لذلك نقول لهؤلاء أيها الناس اتقوا الله، ما تحرموش أولاد الشهداء نعم. من الميراث هذا باش هما يستفادوا أيضا من هذا الميراث نتاع جدهم، لأنه باباهم مات شهيدا. كاين الشهداء اللي كينزوروا المقابر نتاع الشهداء اللي مات 20 سنة 19 سنة 18 سنة 24 سنة 25 ماتوا صغار. نعم. ويخلي وليده ولا زوج ولا يتامى. نعم. يعني أيها الناس نقول اتقوا الله، هذه رسالتنا لهؤلاء. نعم. قبل إسماعيل من تيبازا، محمد كنت سألتني سؤال، هناك متصل طرح سؤال محمد ذكرني به وقطع. محمد نعم. دقيقة. أرملة الشهيد. نعم محمد. نعم. نعم. وعندها زوج دراري. نعم. 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 شكرا محمد. نعم. هذا متصل خلى برك سؤال دكتور ما حبش يكون على المباشر. دكتور نعود إلى إسماعيل من تيبازا اللي قال الأم تاعو عودت الزواج وتركته عند خوالو، تركت إسماعيل عند خوالو وأنجبت طفل من الزوج الثاني، ومن بعد هذا الزوج الثاني طلقها. حاليا أم إسماعيل من تيبازا تعيش مع وليدها الثاني من زوجها الثاني، واستفادت من سكن ولا بونسيون هذيك يعني راهي تصرفها غير على الابن تاعها. وإسماعيل اللي هو وليد شاهد رحمه الله راهو يقول ما استفدت من حتى حاجة، وكي يروح يهضر معها ولا يقولها هي يعني تتبرى من هذا المنحة، يعني ما تحبش تعطيله باش يصرف رغم أنه هو ابن الشاهد دكتور. وأؤكد يا أخي إسماعيل على لزوم العدل بين الأولاد. نعم. سواء من الزوج الأول أو من الزوج الثاني. ارتبطت بالأول بعقد الزواج وبالثاني بعقد الزواج، هذا ثاني وليدها. نعم. إنه أيضا لا بد أن نذكر ثاني مسألة مهمة جدا. تفضل دكتور. إذا كان الأرملة عودة الزواج هذا ليس عيبا، ليس عيبا. يعني بعض الناس يطرحون هذه القضية. نعم. بالمناسبة يعني إن شاء الله ننور الرأي العام بهذا البيان. إن شاء الله.
كاين نساء الشهداء اللي كي ماتوا زواجهم عندها 18 سنة 17 سنة أقل أو أكثر بقليل صغيرة دكتور عندها الحق من حقها أن تتزوج. نعم. وكاين من نساء رامل الشهداء اللائي زوجنا بالقوة يعني بدون رضاهن. نعم. كل هذا موجود لذلك، ولكن نحن باش نكون عادلين حالة بحالة. نعم. وفي النهاية لهن الحق في الزواج مرة ثانية. نعم. أنا نتمنى أنه أولاد الشهداء يقول يما كي عودت الزواج جابت لي خاوتي. نعم. جابت لي خاوتي. نعم. يعني سبحان الله ما لازمش الإنسان يدخل واحد الأمور هذو خاوتك. نعم. هذو خاوتك يا أخي العزيز. نعم. لذلك نعطي رسالتين. الرسالة الأولى للوالدة نتاعك نقولها والدة إسماعيل نقولها ما عندكش الحق تعطي الواحد وتحرمي الآخر بطبيعة الحال. نعم. هذا ما كان. نعم. ما عندكش لأنه أو سمعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله. نعم. يعني على كل شيء مبني على تقوى الله. اللي خاف ربي سيعدل. ولازم الأولاد يساعدوا الوالدة باش تكون عادلة، لأنه ممكن هي تكون ضعيفة. يعني بعض الأرامل اللي تخاف منه تعطيله باش نكونوا صرحاء. نعم. اللي تخاف منه تعطيله. فبالتالي إذن نقولوا الأولاد ما تضغطوش على الوالدة نتاعكم، خليوها مرتاحة تماما، دوروا عليها يعني قوموا بها وفرحوها وتصلحوا معها. هذه رسالة بالنسبة لوالدة الأخ إسماعيل التي لم تعدل. نعم. حسب ما ذكر الأخ إسماعيل. نعم. حسب ما أما الرسالة الثانية نعم. نقولها الأخ إسماعيل يا أخي العزيز تصالح مع والدتك. وهذا هو الكنز الثمين. قال لك مسح نروح وحسيت بلي وليت معليش حنا نقولوا ابذل الجهد. نعم. على بالي ممكن في ظروف خاصة ربما كي يروح وبعدين تكون مشاكل، لا ونقولوا تصالح مع الوالدة نتاعك وتصالح مع أخيك من الوالدة نتاعك. دكتور يعني كاين نعم. واحدة الظاهرة اللي الأم ولا الأب يخافوا من أولادهم الصغار وما يخافوا من أولادهم الصغار يديروا لهم القيمة ورهبة، أولادهم الكبار عادي. هو نعم. للأسف يعني كل هذه الحالات موجودة. نعم دكتور. لذلك في بعض الأحيان. نعم. إسماعيل مليح يتصالح درك مع يماه ومع أخوه. نعم. لأنه كان يتصالح مع يماه وتبقى المشكلة ثغرة بينه وبين خوه، تبقى دائما مشكلة قائمة. نعم. وحتى الأم هنا تبقى بين نارين. نعم. وين تصد مسكينة محروقة من الجهتين. نعم. لذلك نقولوا أيها الناس ما تتفرجوش. أنت يا أخي إسماعيل شوف العائلة نتاعك، أعمامك ولا أخوالك ولا اللي يقدروا يتدخلوا في هذه القضية. نعم. باش يديروا الصلح بينك وبين خوك، بينك وبين يماك، وتعود المياه إلى مجاريها مع لزوم العدل بينكما. ماشي هو تعطيله وانت ما تعطيلكش. وأكدنا على حقها الكامل في منحتها، ولكن إذا منحت لابد أن تكون عادلا في المنح. نعم. بارك الله فيك دكتور. ربما نأخذ اتصال لأنه سمعت الزملاء التقنيين وبالضبط سعاد تقولها ما تقطعيش مدام دوك الجوزي. بارك الله فيكم. يعني صراحة الفريق التقني العامل معنا هذا المساء يعني يقوم بتلبية رغبات كل المتصلين. سمحونا إذا كان طولنا، يجب على الدكتور أن يعطي بعض التفاصيل لمن سأل حول هذه القضية. شكرا للعارضة التقنية وعلى رأسها المخرج سيد أحمد بن عمر. نعم. ذهبية من زوزو. السلام عليكم أختي الكريمة. السلام عليكم. مرحبا بك ذهبية. كيف حالك ذهبية؟ السلام مرحبا بك. على السلامة. الأرملة. نعم. نعم. مولا شغل فضاد نتلاقى الكاياكين أرملة تجاه. نعم. في الفيجينيد ضرن ديجا سلاق في السيلفو. نعم. في الصندوق ناخذ من في مطوفي النبراني تانا راوي. اسكي تنسلتقي تانا ديال المطوف يجلن. صندوق المطلقات. نعم. باسكو ما إلا صندوق كيش بيضرب بون للمرأة المطلقة الحاضنة الأطفال. نعم. مش بيضرب ديكش نلقي سوجي ديكش نلقي سويفان. باسكو تنطوفي ينبران بس تطلق شي شنية دريان ثاني مولا دي سني السنة ونطلق شنية غوارة. دونك البروبليم ملي حقوق الطيف دونك حق الطيف لازم هذه اللي عايزان لازم هذه اللي هوجي اللي مطار اللي باين طايف صاروا كنت ناكين دونك اش بيدا بينك شنو كنت صندوق هذيك من لا شو خليت نكون تاعي لا شي فهمان كيمي باغ اكزومبل لو كاين وتجاتي متورجز ويرحم ربي هات الوقت
نيك الوثيقي إمن ما تداوي قلت تزال فلاس أي تزال الدولة شي ثورة الدولة شي ثورتين بالميموث ورقازيم أوتما بالميموث ورقازيم 5 سنين قالت لك شمال 6 سنين أيوة سنوات بروبليم ولا من خما ديموند لوجمون عشان خامنا كي قريبه تكفون مسكينه كسموتني ما عرفتش نسال الحق تكون شتي بالنسبه يعني الحق يكون في الشريحه دا شو الميراث هذا شو بوريث في ضادي تريكا مشي ثورة ضارقه زيمان بريف بون دير الشير نقاد جواب غير ما يدير تيكني ولا وخامي ويونيت فوق شطروات يونيت سدنين يبغى وحاضر هو الحكايه في القانون الحوغه في الحكايه دوار الميراث اسمح لي ولت معليش انا مسفهم الميراث بورغازيم ناغ الميراث بمغاري مين يموت نعم اقلاغ وليش نقبل كل شيء فيه مقمارات يا رحمه ربي بالميموت مغارين تيدو في غير قيلون 40 خلاص صافي يموتوا مغارين من بعد يموتوا رغازيم نعم ومن بعد يمكن السيريون الكاغوت يعني في الكادر باش تروح تداوي لا بيرسون اللي تروح وورو قرني دوله شي تيروح مثيل اللي تستيكي ناس نتبعوا قولني باش ترجعوا لعندي سبيطار ديال البطل حتى يروح الزراغ عند ديراكتور يني يروح يعني تروح الفكا ملي واش ندري ناس لا بروبليم تزرع شاك باش يسكن كان ميزاجور كنا نخدم مع لا بريزون نفرق كل يوم يدم الحكايه نعم ومن بعد اسمك ما دوموند لوجمون يعني يجمع الساعه شركه دار دوا تسوي لوجمون سوسيال يا فتن من الدواء الحكايو هذه المعنى اللي واضح واضح شكرا خمس اللي كثيرة نعم واضح ذهبية نشكرك ذهبية واضح ذهبية وسيتصل بها فضيلة الدكتور سعيد بوزري. تقدري تخلي رقم التليفون تاعك سيدة ذهبية من ولاية تيزي وزو. يعني بقى لنا رد على لحسن من تلمسان وذهبية من تيزي وزو. كم بقي من الوقت؟ 8 دقائق على ما أظن. ترد على لحسن وذهبية ثم لا ننسى رسائل البرنامج. لحسن من تلمسان قال لك أنا ابن شهيد، الوالدة كانت تتقاضى منحة وتقسم لأولادها ويقول بلي أنا يتهموني بأني يعني ناكل أموالها. ألوغ أنا في 1996 أنا اللي ديتها حجة الوالدة تاعو. نعم. الأخ لحسن أولا انت راك تقر بأن الوالدة ربي يرحمها كانت تقسم هذه المنحة بشكل عادل، وهذه شهادة منك جزاك الله خيرا. طيب، ونؤكد دائما بأن الأرمنة لها الحق الكامل في منحتها. 2، أنه من الناس اللي استفادوا حتى أولاد وليدها وكذلك أولاد بنتها. أما موضوع التهمة بالباطل يا أخي لحسن لا تجوز شرعا. رب سبحانه عز وجل قال فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وربما أختي نجاة يعني للأسف أحيانا مع غياب الشفافية داخل الأسر ثم بعد يكون مجال كبير للاتهامات وهكذا. نعم. وثاني الشك والريب حينما يتمكن من قلوب بعض الناس الشك مدمر. نعم. وتولي الأسرة حلبة للصراع سبحان الله. نعم. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. أحيانا كي تكون الأسرة ما عندهاش ولا فراك، يعني فقراء. نعم. تلقاهم متصالحين صابرين متحابين. يقول لك هذاك واش كتب لنا ما شاء الله. نعم. لذلك أذكر أحد الناس الله يذكر بالخير لا يزال حيا، يعني تجاوز 90 عمره وفقر جدا. نعم. قال لك الناس يعتزون بأموالهم، قال كان يعتز بفقره، يعني هذا كلام بين قوسين. طبعا لا ندعو باش نكونوا فقراء أبدا، ولكن هذا كمثال شاهد فقط. قال لك أنا كي نموت ما كاينش حاجة ولادي يعني دقوا عليها ولا يديروا عليها قرة ما خلى لهم والو. احنا ولكن نقولوا ماذا بك إن شاء الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. نعم. يعني ماذا بك الإنسان يموت ويخلي ولاده لا بأس بهم، عندهم سكنة، عندهم تركة مليحة وكذا، الله يبارك. ولكن الخطأ حينما يقسم الورثة ما لا يجوز تقسيمه.
نؤكد دائما على هذه النقطة المهمة جدا. معنى لازم يقسموا المال، يقسموا العقار والمنقول، ولكن ما يقسموش الأخوة، ما يقسموش الأرحام التي يجب وصلها. لازم نصل هذه الأرحام، لا يجب وصلها واجب، وصلها واجب. لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة حينما يقول يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم، ويقول ليس الواصل بالمكافئ، وربي سبحانه وصلنا على الأرحام، ولكن تقطع الأرحام بسبب المال. لذلك يا أخي الحسن، بالنسبة لهذه التهمة اللي راهم يتهموا بك، يتهموك، قولوا سبحان ربي يهديهم، يعني لأنه الذي يتهم شخصا آخر بغير دليل يتهمه بالباطل فهو آثم شرعا، وتقوى الله هي الرادع وهي الزاجر. أما كونك ديتها الحج يعني يساعدك، يعني ترك عندك الزهر اللي يدي ماه، وخاصة كي يصرف هو عليها يديها للحج، نقول وراه ربي يحبك يساعدك. أما أنه بعد ما مات الأخ الأولاد، هذه أجبنا عنها فيما سبق. أعتقد هذا هو الجواب. وقال مقبرة الشهداء، وهذه نتاع الشهيد مجهول. هذه أضم صوتي إلى صوتك. أضم صوتي إلى صوتك. نعم دكتور. حبيت نقول مما يعني ننزع، طبعا هناك بعض الشهداء فعلا هم شهداء مجهولين ما يعرفوش، ولكن الله يعرفهم سبحان الله. هذا هو جوابي. يعني على القائمين، على ولاة الأمور، على الناس أن يجتهدوا في معرفة اسم الشهيد، ولكن إذا لم يتعرفوا على الشهيد فإن الله يعرفه ويعرفهم، وكفاهم شرفا أن الله يعرفهم. وفي الجنة إن شاء الله نتلاقوا بهم جميعا إن شاء الله، ونسأل الله أن نكون من أهلها إن شاء الله. دكتور 3 دقائق ونص. أرملت السؤال اللي جاك عن طريق الذهبية. لا فيه قلتي سؤال. لا السؤال نعم دكتور والله قريب نسيته. أرملة شهيد قال تتقاضى اون بونسيون، عندها زوج دراري، طفل وطفلة. قال لك اللي اتصل قال لك كومون اي سو في لو بارتاج تاع لا بونسيون اونتر لي دو غارسون. نحن نقولوا ما كاينش لو بارتاج، ما كاينش لو بارتاج، يعني بعد وفاتها. هنا أيضا توجور نرجعوا للقانون. القانون هو اللي يوزع، هو اللي يوزع كيف؟ بطريقة طبعا بالتساوي. إذا كان واحد منهم، إذا كان كلاهم ما عندهمش الدخل، هذه المسألة القانون هو الذي يضبطه. علاش أكدت على الأمر القانوني؟ باش نقولوا للناس كاين أمور قانونية الشريعة تقول ما نخالفوش القانون، لأن ولي الأمر هو اللي دارها والسلام. فإذا يكون أي تعديل أو كذا شيء من هذا القبيل، هذا أمر خاص بالسلطة التشريعية. ما ولتما ذهبية أشاميني غاولتما ماذا ما يعني صندوق المطلقات، هذا موضوع آخر. إن شاء الله ربما يجي نهار نتكلموا عليه إن شاء الله تعالى. وطبعا هذه من التشريعات المهمة جدا باش تحمي المطلقات الحاضنات، ثلاوين يفران حضن انت يعني الراش رون سنت ايضا. فبالتالي طبعا الصندوق باش يحفظ ما الا ارجازي سيفران ورسالس وشاري يخلص باش ما تبقاش يعني ضيعه مسكينه، بالك مواليها يقول ما نقبلوكش، نقبلوك انتيا ولادك ما نقبلوهمش، وطبعا هي ما تقدرش تفارق اولادها، وزوجها اللي طلقها ما قدرش يعطي لها النفقه، ذاك مسكين تتسقم يجري فردان. لذلك الصندوق يعني انت كذاك فران يسعى الدريا يعني يلها سواطاس خاطر ديال الفايده. على كل حال ماشي الموضوع باش ندخل في التفاصيل. ما الا ذين يعني الورث، الموضوع الثاني تاع الورث، نقول لك نوجه رساله الى القائمين على الادارات، نقول لهم اتقوا الله. ما ديروش عراقيل، ما ديروش عراقيل امام اصحاب الحقوق. اي مواطنه يتقدم الاداره لازم تذلل العقبات، ماشي دير كواغط ودير هذه ورجع غدوه السمانه الجايه الشهر الجاي يتعبوهم. التمرميده اللي راهم يديروها نقول لهم اتقوا الله عز وجل. فلا تمارسوا هذا العدوان باسم السلطه الاداريه. هذا واش نقول. ماذا يعني الميراث ولتما الميراث مادام يموتوا مغاري شحال ياكي ابي بار 92 صافي ارجازي ماكو ثلاث نيس اللي يستمس اذورثن على حسب الفريضه الشرعيه. لازم غادي نير نتجاوز ثلويث ارثي من الليث. بارك الله فيك دكتور، وفقك الله في حب الخير ايها الرجل المصلح في برنامج والصلح خير. نتمنى ان تكونوا قد قضيتم معنا اطيب وافيد الاوقات. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.